عملية ميونخ، تلك العملية البطولية التي نفذها عدد من الفدائيين الفلسطينيين أثناء دورة الأولمبياد الصيفية المقامة في ميونخ في ألمانيا في 5 سبتمبر عام 1972. بداية العملية كانت عندما قام 8 من أفراد منظمة أيلول الأسود الفدائية التابعة لحركة فتح في 5 سبتمبر عام 1972 بالتنكر بزي رياضي أثناء دورة الألعاب الأولمبية، واقتحموا مقر البعثة الرياضية الصهيونية في القرية الأولمبية بمدينة ميونخ، واحتجزوا 11 فردا من الفريق الصهيوني كرهائن. وطلب الفدائيون بالإفراج عن 236 من الأسرى العرب في سجون الاحتلال، من بينهم ريما عيسى وتيريز هلسا اللتان تم أسرهما إثر عملية مطار اللد التي حدثت في 8 مايو من العام نفسه. والفدائي الياباني أوكاموتو والضباط السوريون ال5 الذين تم أسرهم من قبل الاحتلال مع ضابط لبناني يوم 21 يونيو عام 1972، وبأن يؤمن نقلهم إلى أي دولة عربية. أحاطت الشرطة الألمانية بالمبنى وتمركز القناصة على أسطح المباني المجاورة، وبدأت المفاوضات مع الفدائيين بحضور وزير الداخلية الألماني الذي عرض عليهم في البداية مبادلة الرياضيين الصهاينة بعدد من المسؤولين الألمان، ولكن رفض الفدائيون هذا الطلب، كما وعرضت السلطات الألمانية مبلغا غير محدد من الأموال، ولكن هذا الطلب رفض أيضا. وبناء على اتصالات بين السلطات الألمانية والصهيونية، أرسل كيان الاحتلال مسؤولا كبيرا من جهاز الأمن الصهيوني بإعداد كمين لإطلاق سراح الرهائن حتى لو أدى ذلك إلى مقتلهم، كما صرحت بذلك رئيسة حكومة الكيان آنذاك جولدا مائير من أمام الكنيست. قامت السلطات الألمانية والصهيونية بنصب كمين للفدائيين الفلسطينيين في مطار فورشنفيلد بروك العسكري التابع لحلف شمال الأطلسي، فانتهت عملية الإنقاذ الفاشلة بقيام الفدائيين في النهاية بقتل 9 رياضيين صهاينة بالإضافة إلى ضابط شرطة ألماني، كما استشهد 5 من الفدائيين 8 على يد قوات الشرطة أثناء محاولة الإنقاذ. وفي 29 من أكتوبر عام 1972 أطلقت ألمانيا سراح الفدائيين ال3 الناجين إثر عملية خطف لطائرة تعود لشركة لوفتهانزا الألمانية كانت متوجهة من بيروت إلى ألمانيا الاتحادية. كتب سيمون رييف أن عملية ميونخ الفدائية كانت واحدة من أهم العمليات الفدائية في العصر الحديث، وأنها دفعت بالقضية الفلسطينية إلى الأضواء العالمية، لافتة الانتباه لعقود من الصراع في فلسطين، ومطلقة عهدا جديدا من المقاومة الدولية.